ضحكوا عليا وقالوا لي تعالى هنعمل لك ستايلنج جديد لشعرك. ما اكدبش عليكم، في الاول كنت مبسوط علشان هعمل لوك جديد، بس لما فكيت شعري ولقيته متهالك ومتضرر جدا، خصوصا وان الفتره الاخيره كانت مليانه بضغوطات كتير علشان تجهيزات الفرح، واللي اكيد اثرت بالسلب على صحتي. المهم محدش يسالني ازاي قدروا يقنعوني ان انا لازم اقص شعري بعد عشره دامت اكتر من 4 سنين. مش عايز اقول لكم بقى فقره من الاسترسال في الشرح بس علشان يوضحوا لي ان انا شعري لازم يتقص، وهو محتاج كده فعلا والا هبقى كده بضره. المهم سلمت في الاخر واطمنت لهم بعد ما وعدوني ان مفيش حاجه هتتعمل غصب عني، خصوصا واني تروماتايزد من الحوار ده من وانا صغير. فعلا غسلنا شعري ونشفناه وبدا يقص واحده واحده، ومع كل ضربه مقص كان الحلاق بيسمي الله، وبصراحه دي كانت حاجه مريحه جدا بالنسبه لي. وكمان اتبسطت انه ما داسش على ولا شعره من اللي وقعوا على الارض، واحترم مشاعري تجاهه لحد لما خلص وعطاه لي الشنطه علشان لو عايز احتفظ بيه. وده كان شكل شعري بعد ما قصيته. صحيح بقى قصير، بس اتبسطت قوي ان شكله بقى صحي اكتر. تفتكروا الموضوع وقف لحد كده؟ طبعا لا، اخواتي قرروا كمان يغيروا ستايل لبسي، خصوصا وانهم شايفينه ممل عشان مش بشتري غير اوتفيتس كلها نفس الشكل واللون، يا اسود يا ابيض. بصراحه انا ماليش في حوار الشوبينج والفاشن والحاجات دي، وبشوف ان اللبس ده حاجه بتستر العوره لا اكتر ولا اقل. المهم بالنسبه لي ان هي تكون نظيفه وريحتها حلوه. حلو والله جدا عليك بجد. شايف المنظر ده؟ اه. طب ما زهقنا، كل لبسك اسود. مدرين بصي، بجد حلو قوي. بس هي حلوه بجد. انا كنت فاكراها هتبقى اوفر اكتر من كده، وحاسه هتهد الجروب. طير يا محمد. يا عم الفرح فرحنا، الفرح فرحنا، الفرح فرحنا. احنا بنغني الفرح فرحنا من غيرك بقول لك. يا عم فرحنا الفرح فرحنا. واخيرا وليس اخرا استعنا بايقونه الفاشن عندنا في البيت، ابويا الحاج، علشان يجي يشتري لي شويه حاجات كلاسيك، خصوصا بدله الفرح. واخر اليوم بينتهي معانا في قاعه الفرح اللي روحتها اكتر من مره قبل فرحي علشان لو عندي اي نوتس او كومنتس اقول لهم عليها وما يحصلش اي حاجه مش عايزها في فرح. وبكده تكون خلصت ابيزود 28 من يوميات الويب بتاع المانيا. شكرا واشوفكم الفيديو اللي جاي.